كل عام وانتم بألف خير وصباح السعادة، وأعيادكم إن شاء الله مستمرة لكل المشاهدين، ودوام الأفراح علينا على كل الشعب الجزائري. عيد مبارك سعيد ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. مشاهدينا الكرام، أجواء عيد سعيد نعيشها هنا في وهران، وأكيد الحلويات التقليدية دائما حاضرة، والقريبوش حاضر كذلك في المائدة الوهرانية والجزائرية، وكل الأطباق وكل أنواع الحلويات الجميلة. إذا مشاهدينا الكرام، بداية بالأفراح والأجواء الجميلة مع فرقة قرقابو، فرقة حمامة. بسم الله بدينا والصلاة محمد شافع أمته. بسم الله بدينا والصلاة بسم الله بدينا والصلاة بسم الله بدينا والصلاة صلوا على رسول الله أبو فاطمة 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 صلاة والسلام عليك يا طه يا شفيع أمته يا مولاي محمد يا شفيع أمته يا مولاي محمد يا شفيع أمته يا مولاي محمد وسيدنا محمد طايا العربي لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله صلاة على نبينا ربي تعفو علينا لا إله إلا الله الحبيب رسول الله صلاة على نبينا ربي تعفو علينا وصلوا عليه محمد أبو فاطمة والله مصلي على النبي ومحمد أبو فاطمة والله مصلي على النبي الله مصلي على النبي ومحمد أبو فاطمة والله مصلي على النبي يا والصلاة على نبينا والصلاة شكرا لفرقة حمامة على هذه الأجواء الجميلة، أجواء الفرحة اللي نعيشوها في العيد، عيد الفطر المبارك. وضيوفنا اللي شرفونا وحاضرين معنا الفنان الهاشمي بن سمير، صحة عيدك، مرحبا بك. صحة عيدكم وصحة عيد المسلمين أجمعين، وأشكركم على هذه الاستضافة، بارك الله فيكم، ونشكر أيضا القناة الوطنية، وتحياتي للجمهور الوهراني والجزائري عامة. اهلا وسهلا بك، نورتنا بهذا الزي التقليدي الجميل، واكيد البلاطو ثاني منور بالحلويات التقليديه الجميله مع السيده بوشيخي ليلى صانعه الحلويات. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك اخت سعاد، عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وينعاد علينا الامه الاسلاميه ان شاء الله بالخير واليمن والبركات والامن والامان ان شاء الله. اللهم امين يا رب. حاضر معنا كذلك الكتكوت اللي راه منور البلاطو، صحه عيدك. وانت ايضا.
الله يسلمك ربي يخليك. اذا دائما مع اجواء العيد اجواء الفرحه اكيد الاغنيه الجزائريه الاصيله حاضره، تراثنا الحاضر من حلويات، من لباس تقليدي، من حتى الاغنيه الاصيله من البدويه الاصيله الوهرانيه نعم. الاصيله. نعم. والله هذا اللباس التقليدي من تصميم سفير اللباس الوهراني والاصيل مسيو شايله البشير، ونشكره جزيل الشكر. وهذه التقاليد في مدينة وهران وخاصة مع الأغنية البدوية الوهرانية الحمد لله استرجعناها من طرف الأجداد وأسلافنا القدامى، لكي هذه الأغنية الوهرانية البدوية الأصيلة ما تموتش، تبقى توجور واقفة في مدينة وهران الى يومنا هذا. مازالك تغني البدوي؟ مازال الأغنية البدوية توجور بالقصبة الله يبارك. والقلال والقصائد القديمة اللي ما سمعتش وما تغنتش، وخاصة تاع الجد شاعر المقاومة الشعبية الشيخ الهاشمي بن سمير. صح. ثاني القصائد تاعه أقرب من 300 قصيدة ورانا نجدوا فيها بشوية بشوية. وثاني القصائد القديمة تاع الشعراء القدم مثل عبد القادر الخالدي، الشيخ بوراس، الشيخ حمادة ربي يرحمهم كاع، وحنا رانا مع المسيره ان شاء الله. الله يبارك. اذا نتكلموا ثاني على من الاجواء الجميله نعيشوها، انه نحضروا اكيد الحلويات اسبوع او اسبوعين قبل العيد، والفرحه تكمل مع هذا الجو الجميل، هذا الديكور تاع الحلويات اللي شهي ورائع. تكلمي لنا على مختلف الانواع الحلويات اللي متواجده هنا في وهران وكذلك الغرب. الغرب الجزائري معروف دائما بالمقروط، القريوش، الكعك. كاين الكعك الوهراني وكاين كعك تلمسان، كاين انواع كثيره من الكعك. كاين ايضا البقلاوه، الصامصه، هذه الحلويات التقليديه، الصابلي. وطبعا دخلنا الحلويات العصريه ثاني في مائدة العيد. والمقروط الثاني يكون لازم. قلت لك المقروط والقريوش الصامصة هادو تقليدية، وكاع ما تلقيهمش في كاع مع بعض، تلقي حاجة واحدة فيهم حاضرة. لازم. واش تحب بن سمير من الحلويات؟ الله يبارك، كل شيء راه منوع، الطورنو الكاطو وكل شيء. بارك الله فيكم والله شكرا. هذا اللي كانوا الحلويات الثانيه القديمه راهي في التحفه الله يبارك. وحنا هذه الحلويات في منطقه مدينه وهران معروفين بالطورنو، معروفين بالقريوش، صح. معروفين بالمقروط. صح. والحمد لله بارك الله فيها السيده. شكرا الله. فكرتنا تكلم بالعادات. صحيح، العادات والتقاليد اللي لازم نكونوا دايما متمسكين بها حاضرين. نعم. تكلم لنا الفنان الشيخ بن سمير على الاجواء في رمضان، كيفاش عشتوها؟ كان في حفلات؟ هذا احسن رمضان عشته انا في هذا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. والحمد لله فوتنا في دار الثقافه الله يبارك. في سهرات روحانيه ايضا، سهرات روحانيه وسهرات مديح على النبي عليه الصلاة والسلام. والأغنية البدوية دائما حاضرة في الأجواء، وخاصة المدائح الدينية، باسكو زمان سيداتي المحترمة كانت القعدة في الطحطحة اللي جديدة. كانوا الشعراء بكري كيما يقول لك كانوا باللباس التقليدي تاعهم، مهما كان الاستعمار الفرنسي وكانت العيشه شويه مزيره وكل شيء، لكن الشعب الوهراني نتكلم، الشعب الوهراني كان عايش واحد البهجه من الفرح، وخاصه في 27 كانوا جوامع بزاف تما، جامع بن كابو، جامع الفلاح، المساجد الله يبارك. بعد صلاه التراويح وكانوا يديروا ديك اللمه تاع الشعراء، كل شاعر يجي من منطقه، من غليزان، من مستغانم، ويديروا اللمه هذيك تاع في الشعر، وكل واحد يقود شعره. والحمد لله وهران جميله بالقوه، نشكرهم. مازالت اليوم يعني بيان سور مازال الشباب تاعنا نتمنوا ان شاء الله ثاني يحتفظوا بهذه التقاليد، وخاصه اللباس التقليدي، اللباس وما ادراك ما اللباس التقليدي، الحايك تاع المراه ثاني، اللباس التقليدي تاع المراه الوهرانيه. صح. والحمد لله وهران فيها طبوع وفيها تراث، ولا زال الاخوه والجمعيات ثاني راهم محتفظين بهذا التراث. وكل مره راهم الجديد في العهد القادم يوجد جديد. وماذا بينا احنا اليوم نسمعوا الشيخ بن سمير ونسمعوا هذا التراث تاعنا الاصيل بهذه المناسبه الجميله على قلوبنا. لكم قصيده مديح ديني على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. تفضل الميكروفون. يا
يلا تفضل الميكروفون. شكرا بارك الله فيك. العفو تفضل. شكرا. يلا بسم الله. يلا جاهز؟ نعم شيخ جاهز. سمير؟ شكرا لك. اصلا واستنى عليك يا المداني انت يا زين النور يربحوا من صلى هاو عليك بالفرحه والفين سرور يربحوا من صلى هاو عليك نهر ما هو شي تشقيق قد ما في هناك الملوك واللي ضاير ليك السور اعداد الشيء مقلين عليك لا وجبر قد ما يكفيك الهدية راهي ليك يا كريم الشرطة والنور كنت الشيء سبقى يديك قبل تخذل ضد الأرض واشر الخلال في بيك مالك السماوات والحور كنت عند الله مسميك النبي قبلك لا بعديك الواحد لما ليه شريك صورك بالقبضة يا والنور من حبك ربي ورد صورك من مرة هبضة موليك يبقى ربي هكذا الله ناصر وانت يا المنظور يا المداني زين الزين يا حبيب الله وجبريل ليك فرح وفرت العين ضيوفك بجنات الخضور يا النبي زين الصالحين الأولين والآخرين خاتم الإمام والمرسلين أبدأ في الحق يا مشهور ألف صلاة وسلام عليك ديما بالفنفين عليك على أهلك أبوك كل من داروه بيك نصور ختم صلاتك بالجملة قد ما في ملكة المولى قد ما في الأرض الصلاة أمرا أرضية هنجة والنور يسرى ما هي شيء لدنيك أصلاة محمد التكاتور الحروف البسمالة ظهرانية داحين أتواتيك أهديك هذا الحبيب بالمولى حبيب ربي سراه المشهور يا النبي زيني الحنا ريت عنك نلبس الحنا دين الطيرة حين النزلة بيبقى ما إيمانك مهجورة يعطيك الصحة الفنان الهاشمي بن سمير، أمتعتنا بهذه الأغنية ورجعتنا اليوم اليوم الأجداد صح. قرابة 200 سنة قريبا. الله يبارك الله شكراً. يبارك. واليوم مازالك تحافظ على هذا التراث، شيء جميل جدا. في جديد عندك في الأغنية كاين البدوية؟ جديد في الأغنية البدوية الوهرانية توجور. أنا كاتب كلمات وملحن وما رانيش نغني غير البدوي ثاني البدوي وخاصة ثاني اختصيت في الأغنية الأندلسية. الله الأغنية يبارك. الأندلسية ثاني من التراث، والحمد لله رانا متواصلين مع الأغنية إن شاء الوهرانية الله يا- الأصيلة. ان شاء الله يا رب. شكراً. نتكلموا ثاني على جانب الحلويات اللي دائما تكون متنوعه من منطقه الى اخرى. مثلا نروحوا الى ولايه تلمسان نتلاقوا الكحك هذاك اللي شويه يابس جبين يابس. تاع القهوه تاع الصباح بالحليب. وكاين عندنا حنا ثاني هنا في وهران داك الكحك اللي الكحك يندار كحك عكس كحك يعني تلمسان يجي طري والغريبيه.
غريبية زمان يا حسرة. مازالها لليوم. مازالها للآن. يعني الحلوية التقليدية في الجزائر مازال محافظة على المركز تاعها ولا بلاصتها كما نقولوا. صح. تختلف ثاني من منطقة إلى منطقة. مثلا غير في الغرب الجزائري نشوفوا بزاف أنواع. صح. والجزائر ثاني تطورت في مجال الحلويات، ما بقاتش توجور كما قلنا محافظين على التقليدي وزدنا العصري وكاين تقليدي ولبسنا حلة عصرية. الحلويات كما قلت كل منطقة تختلف في تحضير الحلويات يوم العيد. صح. الغرب كما قلنا معروف أكثر بالمعسلات والطورنو كما قال الحاج، واليوم راه حاضر معنا بالحله التقليديه بالطليه والفيرميسيل اون كولور. هذه تاع انا بعدا نعقل عليها ملي كنت صغيره. الله يبارك. الجدود يحضروهم بالطليه وهذا الفيرميسيل اون كولور. البزوز بزاف يبغوه. يموتوا لي. واش تبغي الحلويات الطورنو بزاف؟ قول لي واش تبغي. تكلم لنا شويه، قدم التهاني تاعك. يحشم. يلا معليش، انا نشكركم لانكم كنتوا حاضرين معنا اليوم. استمتعنا بالاغنيه البدويه والحلويات جميله ورائعه جدا. نشكرك السيده بوشيخي ليلى صانعه الحلويات. شكرا. صانعه ومكونه في نفس الوقت. اهلا وسهلا بك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. يسلمك حبيبتي، شكرا على الدعوه وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يسلمك. صحه عيدكم، صحه عيد كل العائله تاعك، عائله بوشيخي. يعني اذا ممكن نقدم اهداء صغير للعائله الوالده نتاعي ان شاء الله يا ربي يطول لنا في عمرها ويرزقها الصحه والعافيه، الى الزوج الى الاولاد وكل الاهل والاقارب والاحباب اللي يعرفوني وحتى اللي انا ما نعرفهمش هم يعرفوني وانا ما نعرفهمش. ان شاء الله يا رب. نقول لهم كل عام وهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الفنان الهاشمي بن سمير تشرفنا بحضورك. شكرا لك على حضورك. شكرا على الدعوه، وان شاء الله اهدي هذه اللمه كما نقولوا حنايا لعائلتي، عائله بن سمير وعائله بوسدره وللزوجه الكريمه والابناء ان شاء الله، ونتمنوا عيد سعيد كل عام نفوتوا افراح وفي المناسبات والاغنيه الوطنيه ان شاء الله يا رب. شكرا. هذا ابنك، عندك تحيه توجهها؟ اهداء لخوتك. راهو حشمال. يلا معليش، بما انه حضور يكفي، بما انه كان حاضر معنا اليوم. شكرا لكم على الحضور. احنا مازلنا متواصلين مع مشاهدينا الكرام. نروحوا الان الى تهاني العيد مع بعض. يلا لنشاهد. هذا العام جيت سبيسيالمون باش نفوت العيد مع اهلي وفاميلتي. نهدي تحياتي والعيد مبروك لكل ما ميغ هي الاولى، ما مسكينه توحشتها عليها جيت. لاختي اكرام، خويا سمير، كاع لا فامي ان شاء الله، وكاع اهل الشعب الجزائري، وخاصه هذا العام الشعب غزه فلسطين. صحة عيدك ماما، لا فامي كاملين، وبوكو بلوس صحة عيدهم للشعب فلسطين والشعب غزة والأطفال اللي عانوا بزاف هذا رمضان. إن شاء الله يا ربي هذا العيد يوقف كلش عندهم ويتسقم الأحوال. صحة عيدكم، إن شاء الله تكونوا فوتوا ان تري بون مومون هذا رمضان إن شاء الله. نبلغ تحياتي للناس كاع اللي نعرفهم، لي فامي مي زامي لونتوراج تاعي. صحة عيدكم، إن شاء الله تكونوا صمتوا بيان وفات عليكم غاية، إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، ونتمنوا إن شاء الله فلسطين تحرر مع هذا العيد إن شاء الله. و اون غروند ديديكاس الناس وهران، الناس العيون بلو بريسيزيمون، وناس الجي. السلام عليكم، صحة عيدكم وإن شاء الله يدخل عليكم بالخير والصحة. نقول ماما صحة عيدك وشكرا بزاف على كاع العمل والتعب اللي درتيه في هذا رمضان. صحة عيدكم and I wish like a happy Eid for everyone and have a great days with your families. Enjoy them and make sure to go places that you wanted and places that you enjoy. And I guess that's it. I have back, so can y'all like wish for, like good luck for me? أنا سوري وعايش بالجزائر، وأهنيكم بالعيد الفطر السعيد، ونحن إن شاء الله نحن شعبين واحد، وإن شاء الله بكل الكلمة، ونحن جماعة طيبين وأنتم طيبين، ونعيش مع بعضنا سوا بسلام.
بمناسبة العيد المبارك ان شاء الله نتمنى عيد سعيد لكل اهل لا فامي بالسايح، لا فامي ميغابات، لا مامون، لو بابا، لي فخير، لي سور، وكاع الشعب الجزائري ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. عيد سعيد. عيد سعيد. صحة عيدكم. صحة عيدكم. صحة عيد بابايا أبو عكس. صحة عيد مامايا. صحة عيد خواتي. صحة عيد ما فامي. صحة عيد صحاباتي. بابا صحة عيدكم. بابا وماما وكاع عائلتي، منهم خوالي ومنهم عمومي. صحة عيدكم، تصوموا بالصحة، وثاني تعيدوا بالصحة والهنا واستمتعوا بعيدكم، ما تشقوش رواحكم واستمتعوا اون فوق. صحة عيدكم بابا وماما وخواتي. السلام عليكم، انا نسموني بن عاشر عبد الغني اسلام. صحة بغيت نقول لكم صحة عيدكم على خواتي، لا ماما ولا بابا ولا كاع صحابي ولا معلمة تاعي. صحة عيدكم بابا وماما وزوي. دير لهم باي باي. باي باي. دير لهم هكا بيزو. نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. تحياتنا لإخوتنا في المهجر وكل الشعب الجزائري وين ما كان في هذا العالم. نقول لكم صحة عيدكم، تعيدوا بالصحة والهنا، وحتى ما ننسوش أمهاتنا في دار العجز. نقول لكم صحة عيدكم، وكذلك كل المرضى اللي نتمنوا لهم الشفاء العاجل، وإخوتنا في غزة الله ينصرهم بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا الكرام، مع أجواء الفرح الآن مع أيضا فرقة الأوهار اللي راهي حاضرة معنا، الفنان صافي محمد. صباحك سعيد، صحة عيدك. صباح الخير ليك الأخت نسرين وكل الشعب الجزائري. سعاد عفوا. ولكل الشعب الجزائري نقول لهم عيدكم مبارك، وعقوبة العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. وعيد مبارك لكل الأمة الإسلامية. أهلا وسهلا بك. شكرا. وأيضا حاضر معنا العازف رياض بختي من فرقة الأوهار. صحة عيدك، مرحبا بك. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك، وعيد مبارك كاع المجتمع الجزائري والأمة الإسلامية اون جينيرال. اللهم امين يا رب. اذا تكلمونا على اجواء العيد، كيفاش فوتوا العيد مع العائله مع الاحباب؟ كما كل عام العيد كلها فرحه. صح. ونتفكروا اللي فارقونا، ربي يرحمهم. دائما نتفكروهم، نقولوا لهم ربي يرحمهم ان شاء الله. سينو العيد كلها فرحه وكلها حيويه ونشاط. تشوف العائله الجمع هذاك، الحمد لله، الله يدوم النعمه. اللهم امين يا رب. ورياض، كيفاش فوت العيد تاعك؟ اجواء جزائريه، اجواء وهرانيه، صدير المغافره، نخرجوا نشوفوا العائله تاعنا، نشوفوا الحباب تاعنا، نغافروهم، التكسيره، القعده، لي غاتو، نعطيهم الصحه تاع لي فام الجيريان، لي غاتو اللي يديروهم لنا لي سي سا اجواء العيد تاع الجزائر. جميل. اذا رياض ومحمد، دائما تعودنا انكم تغنوا طابع اصيل، طابع الوهراني، يعني قليل وين نتلاقوا شباب اليوم حافظين على التراث الاصيل تاعنا. اذا هل كان عندكم نشاطات في الشهر الفضيل، شهر رمضان، مناسبات؟ كان عندنا شويه نشاطات، درنا زوج حفلات ولا ثلاثه. نعم. ثلاثه. كان تواجد مليح مع الجمهور، وغنينا اغاني دينيه، اغاني وهرانيه، توجور المحافظه على هذاك الاصل والطابع. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. وبالنسبه لك بختي، اكيد هما فرقه واحده تترافقوا مع بعض. فرقه الاوهار اللي فرقه اللي راها تنمو على كل حال. ونشكروا ثاني جماعه كما نقولوا لي ميوزيسيان تاعنا، سامي زوغار وزهير وخالد. alors on essaie toujours de rénover, de travailler كما نقولوا les trucs traditionnels تاعنا، ما نسمحوش فيهم باش توجور تقعد هذيك الاصاله الجزائريه وهذاك. صحيح. احنا رايحين نستمعوا اكيد معاكم ونتعرفوا ايضا على فرقه الاوهار من خلال الاصوات. راكم حضرتوا معنا شحال من مره، ولكن هذا الصوت الجميل وهذا العزف الجميل اللي نبغوا دائما مره على مره نسمعوه، ومره على مره نستمتعوا باصاله تراثنا. دائما ناكد اصاله تراثنا الجميل العريق. يلا نستمع مع بعض. يلا.
يا عشاق الزين سادوا كل قلب حزينة، جرحت الخدين بالمدامع مسيلة، شعلت نار البين في دليلي والهجرة توالت، ابويا حنيني وطاب قلبي من قولة ليلة 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 وليلة وليلة. حسدوني الناس في غرامك يا غصن الياس، يا مدبلة النعاس، عيونك مثل عيون غزالة، عيونك مثل عيون غزال. حسدوني الناس في غرامك يا غصن الياس، يا مدبلة النعاس، عيونك مثل عيون غزالة، عيونك مثل عيون غزال. وجميع اللي قاسين والفيل البدر جهال، ابويا حنيني وطاب قلبي من قولة ليلة 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 وليلة وليلة. هذا حسن بديع كيف يهنى من بيه وليع، في لقطار جميع ممتلك هيفا ميالة، ممتلك هيفا ميال. هذا حسن بديع كيف يهنى من بيه وليع، في لقطار جميع ممتلك هيفا ميالة، ممتلك هيفا ميال. عشقك رهمني كتبت لك عقد بخط عدال، ابويا حنيني وطاب قلبي من قولة ليلة 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 وليلة وليلة. يا عشاق الزين سادوا كل قلب حزينة، جرحة الخدين بالمدامع دي مسيلة، شعلت نار البين في دليلي والهجرة توالت، ابويا حنيني وطاب قلبي من قولة ليلة 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 وليلة ليلة. شكرا. كانت هذه الأغنية لنتحيوا الفرقة أولا، فرقة الأوهار، على هذه الأغنية الجميلة للفنان الراحل أحمد وهبي وكل أعضاء الفرقة اللي مقدروش يحضروا معنا في البلاطو ولكم حضروا معنا من خلال العزف. ويلتحق بنا العازف مرة أخرى رياض بختي، هو ابن الفنان بختي إدريس، وكذلك الفنان المؤدي صافي محمد اللي صوته أنا نشوفه أنه صوته قريب جدا من صوت الفنان الراحل أحمد وهبي. صافي محمد، يلا مرحبا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك. الله يسلمك، ربي يخليك. تكلم لنا على الشبه ما بين صوتك وصوت الفنان أحمد وهبي. هي أنا تبعت هذه المدرسة ملي كنت صغير، كانوا يقولوا لي بلي عندك تقارب كبير بينك وبين الفنان أحمد وهبي، وهذا شرف كبير لي. خدمت على هذا الستيل وكملت في هذا الستيل بويسك نبغيه تاني، وأنا من عائلة فنانة. الله يبارك. كان الأب تاعي فنان وخالي ربي يرحمه تاني فنان، وهما اللي وجهوني تاني في هذا الطابع تاع الوهراني، قال لك حافظ على هذا الطابع هذا.
جميل. وايضا رياض بختي هو ابن ايضا الفنان الفنان بن بختي ادريس. هل يعني ميولك للفن من العائله ام حب او شخصي يعني؟ وي سي من عائله بريميرمون، وهذاك حب شخصي هذه كيما نقولوا سي يسكن لك في الدم. صح. راكي فاهمه. ثم وزيد الوهراني سي مدرسه، سي اون ايكول، سي اون ايكول اللي يفوت عليها نابورت كال مادام رانا ساكنين في وهران. كاين مدارس بزاف الوهراني، كاين اندلسي وهذاك الشيء كاع. بون نحيو كاع الزملاء تاعنا منا ونقول لهم صحه عيدكم. سي نخدموا تربينا كيما هكا. ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنوا لكم اكيد كل التوفيق ان شاء الله في مساركم، والفرقه عاد مازالها جديده وطالعه. ان شاء الله يا ربي يوفقكم ونشوفكم دائما في المناسبات حاضرين وفي الحفلات، وتشتهروا على المستوى الدولي باذن الله لمعنا ان شاء الله يا رب. تفضلوا باهداءات. تفضل رياض. بون نهدوها كاع المجتمع تاعنا الجزائري الاول، المسلمين صحه عيدكم. الزملاء تاعنا نقولوا لهم كاع صحه عيدكم. الام تاعي بزاف والابن تاعي بزاف. زوج. نعم تفضل. لك الام تاعي والابن تاعي بزاف، نقول لهم صحه عيدكم. صحه عيدكم. صحه عيدكم. تفضل محمد. الاهداء اول حاجه نهدوها الاهالي تاع غزه، نقول لهم ربي ينصركم ان شاء الله. ربي ينصرهم ان شاء الله. ونهديها لكاع العائله تاعي، الاب تاعي، امي، زوجاتي، ولدي الصغير نوار، والاخي اللي راه في الغربه نحييه من هذا المنبر، والكل الجزائريين والكل الامه الاسلاميه، وينعاد علينا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. إن شاء الله. صحه عيدكم. شرفتونا بحضوركم معنا اليوم، وانا بدوري نشكر اللي لبسني هذا اللباس التقليدي الجميل، البلوزه الوهرانيه الاصيله، المصمم ونقول كذلك الفنان المبدع دادي. شكرا لك دادي على هذا اللباس التقليدي الجميل. وايضا في تهاني الاب نانسي مهدي عفوا يهدي تهاني العيد لابنته ناسي ماريا وناسي ليديا والزوجه ولكل العائله، بدون أن ينسى أيضا عائلة حادق بن رماس وبنات والبنات جنة شهد وهبة الرحمن وطيفور إسراء وآية، وكذلك بومدين عائلة بومدين وعائلة بن عيسى يهدوا تحياتهم إلى زوج زميلتنا بومدين هو اللي يتمنوا له الشفاء العاجل، وكذلك زميل فقير عبد المنعم يهدي تحياته إلى عائلة فقير وعائلة غول والأخ مبروك، وكذلك فقير فاطمه وابنته فقير لينا، وكذلك يهدي تحياته لاخته فقير احلام في المهجر، وكذلك زميلنا بالعيد عبدو يهدي تحياته إلى عائلة بالعيد وماريا الصغيرة، وكذلك الكتكوتة بن عزوز زهية. وأيضا أنا نهدي تحياتي لكل زملائي وزميلاتي، ونهدي تحياتي لزميلتي خديجة بسنوسي على هذا المكياج الجميل، وهي أيضا تهدي تحياتها لعائلة بسنوسي وعائلة عاصمي، ونهدي أيضا تحياتي لكل التقنيين ولكل فرقة الإخراج اللي كانت حاضرة معنا، وبلا ما ننسى أيضا زميلنا عبدات معمر يهدي تحياته لعائلة عبدات ولكل أفراد العائلة الوالدة والوالد وكل الإخوة. إذا مشاهدينا الكرام شكرا على المتابعة. صحة عيدكم، عيد مبارك وسعيد. نرجع مرة أخرى إلى الزملاء إلى حسن وحياة، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة. شكرا كثير زميلة سعاد بن عطية، ولكل زملائنا بالمحطة الجهوية بالباهية وهران. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. يا أجواء العيد عبر 58 ولاية في كافة بلادنا حبيبتنا الجزائر. حقيقة أنا دائما أقول من خلال برنامج صباح الجزائر، الجزائر بلد القارة. أكيد. وموروثنا الثقافي كبير وعريض وطويل، وأكيد البلاطو القادم راح يكون ثقافي فني. لكن الآن بعض الإهداءات. يلا حسن. مشاهدينا الأعزاء ورغم غريب بعد خلينا نقدم تحية. تفضل حسن. نبيلة معمري تهنئ عائلة معمري الوالدين الكريمين، جدتها عائشة وموني، وعائلة برادعي الخال والخالات معمري والعمات